ازيكم عاملين ايه طلاب الصف الرابع الابتدائي؟ معانا فيديو جديد النهارده. طبعا عندنا الدرس الرابع والخامس في الوحدة التالتة عندنا بعنوان ريم هيلبس هير مام، يعني ريم بتساعد مامتها. طبعا لو انت اول مرة تشوفنا اشترك وفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد. طيب اول حاجة عندنا الفوكابري، عندنا كلمة طاولة كونتينر، وجبة ميل، أهمية importance، مسؤول responsible، النظافة cleanliness طبعا جاي من كلمة clean هي نظيف أصلا، ونضيف في الآخر NESS. طيب مميز أو خاص special. طيب نكمل بحرص carefully، بفخر proudly، نبات الخس leads، مكتمل finished، طبق مسطح flat، خطوات السلم steps. طيب عندنا تصريفات الأفعال. طبعا عندنا نوعين من الأفعال، أفعال ريجولار اللي هي الأفعال المنتظمة، وأفعال irregular اللي هي غير المنتظمة. طيب أفعال منتظمة زي يختار baked، يصنع created. أفعال غير منتظمة يشعر felt، يعرف knew. طبعا الكي هنا silent لا تنطق. يمسك held. طيب عندنا تعبيرات وحروف جر هامة. يعد أو يجهز المائدة set the table، يصعد درجات السلم climb the steps. طبعا هنا حرف البي برضك، هنا ده silent لا ينطق. طيب نكمل. عندنا جزء البوب كويز اللي هو الحل على الكلمات. ريم her mother in the kitchen. ريم بتعمل ايه لمامتها في المطبخ؟ طبعا بتساعدها، يبقى نقول طبعا helped، يبقى يساعد عندنا يعني help. طيب نكمل. عندنا she decided to know the sandwich، يعمل سندوتش، هي طبعا اسمها make a sandwich. طيب نكمل. be careful، خليك حريص when you know at the steps، وانت ايه السلالم to the first floor، طبعا اسمها يصعد للسلالم اسمها climb the steps، لسه قايلها من شوية. طيب عندنا هنا جزء ال reading وال listening. تمام، هنبدأ إن احنا نقرأ ونشوف مع بعض. ده مهم بيساعدنا طبعا لو احنا هنكتب باراجراف أو بيساعدنا في تكوين الجمل والحاجات دي كلها. مساعدة الأم helping mother. طيب بيقول last week ريم helped her mother in the kitchen، الأسبوع اللي فات ريم ساعدت والدتها في المطبخ. بعدين قال first she washed her hands carefully، أول حاجة غسلت إيديها كويس. ثم she placed the bread cells on the counter، بعد كده بدأت تعمل شرايح الخبز على الطاولة، تضعها على الطاولة. her mother baked some cheese، والدتها جابت بعض الجبنة. and ريم washed the lids، وريم غسلت الخس. for the sandwich، للسندوتشات. together they decide to add tomato to the salad، قرروا هم يضيفوا طماطم للسلطة. طيب نكمل مع بعض. ريم asked if she could make the sandwich، ريم سألت إنها ممكن تعمل سندوتشات. and her mother smiled، ووالدتها ابتسمت. as she stopped not knowing what to do next، مكانتش عارفة تعمل في الأول. her mother explained the importance of cleanliness، طبعا والدتها شرحت أهمية النظافة. طيب نكمل مع بعض. ريم carefully made the sandwich and held the plate proudly، بدأت تعمل سندوتشات وأمها شعرت بالفخر. she felt happy seeing the finished meal، كانت سعيدة إن شافت الوجبة جاهزة. let's call the family for lunch، عشان نتصل بالعائلة للغداء. her mother said، أمها قالت كده. her mother was happy to see her being responsible in the kitchen، كانت سعيدة إنها شافت بنتها تتحمل المسؤولية في المطبخ. ريم smiled knowing she helped create a delicious meal، كانت تتعلم أو كانت بتساعدها في إنها تعمل وجبة لذيذة. طيب نكمل مع بعض. عندنا هنا general exercise على lesson 4 و 5. طبعا عندنا الدرسين دول احنا لسه قارئين عليهم، ركز بقى معايا عشان نعرف نحل. نادر is not boy he helped his family every day، هو بيكون ولد بيساعد العائلة كل يوم، يبقى مسؤول responsible. طيب نكمل مع بعض. طبعا انا بصور فيديو وانا عندي تعب بسيط، فاسف ان الصوت بتاعي رايح. منان smiled not after cleaning her mother.
طبعًا منال smiled happily كانت سعيدة إن هي إيه، تساعد مامتها، تشعر بالفخر. where did you the bread dream قالت لها on the container يبقى أين تضع؟ عندنا كلمة place هنا مش معناها مكان، هنا معناها يضع، يضع الخبز. he bought a note of biscuits for dessert جابت إيه البسكوت للحلوى يبقى اسمها packet of. طيب نكمل مع بعض. I bought boxes yesterday طبعا خلينا كلمة boxes دي جمع، طالما جمع ودي جملة مثبتة يبقى نختار some على طول. طيب نكمل مع بعض. I have not exam next week exam دي مفرد وأول حرف ال E ده حرف إيه متحرك يبقى an exam. تمام نكمل مع بعض. read and complete the text كمل النص. آدم helped his mother in the kitchen آدم ساعد أمه في المطبخ. they wanted to cook a meal طبخ وجبة إيه للعائلة يبقى وجبة لذيذة. طيب فين كلمة لذيذ يبقى delicious يبقى دي رقم 1. آدم the vegetable الخضروات and his mother cut them عمل إيه في الخضار كده يغسله يبقى washed يبقى دي رقم 2 عندنا. they cooked rice بيطبخ الرز and together الرز وإيه والدجاج طبعا اللي هي chicken رقم 3. طيب نكمل مع بعض. بيقول the smell was so good الريحة كانت كويسة جدا. everyone ate at the and enjoyed the delicious meal happily طبعا كلوا إيه طبعا كل اللي إيه على الترابيزة يبقى طبعا نقول كلمة إيه table يبقى دي رقم 4 عندنا. طيب نكمل مع بعض. عندنا بيقول read the text اقرأ الإيه القطعة. بيقول آدم enjoys online shopping with his sister مها. آدم طبعا إيه مبسوط إن هو بيعمل إيه تسوق مع أخته إيه مها. طبعا تسوق على الإنترنت اللي هو أونلاين. they use their tablet to look at clothes كان ماسك التابلت عشان يشوف الملابس. toys اللعب and boxes والكتب. their mother helps them choose what they need. عادل كانت أمتهم تشوف أو محتاجين إيه. عادل likes to buy t-shirt عادل عايز يشتري تيشيرت and مها likes to buy dresses كانت عايز تشتري فساتين and bags وشنط. they pay online دفعوا online and wait for the delivery man واستنوا الراجل بتاع التوصيل يجي. after 2 days يبقى راجل التوصيل جه بعد يومين. the box arrives البوكس وصل. they feel very happy with their new things طبعا كانوا إيه سعيدين الحاجات دي وصلت. not enjoy shopping with عادل online مين اللي كان طبعا مبسوط طبعا مها. the opposite ركز بقى معايا هنا أنا عايزك تاخد بالك أول من الكلمة اللي أنا أحط عليها دلوقتي المارك دي كلمة opposite عشان دي ممكن كلمة جديدة عليكم شوية ومش كتير عارفينها. الكلمة دي معناها عكس. هنا عايز عكس الكلمة اللي يقولك عليها. هنا عكس كلمة باي يعني يشتري يبقى عكسها يبيع اللي هي sell. طيب كمل معايا. what is the text about بيتكلم عن إيه القطعة. ممكن نقول عادل enjoys online shopping with his sister لحد هنا sister معاه ودي تكون الإجابة رقم 3. نكتب جنبها كده رقم 3. طيب السؤال اللي بعده بيقول what does عادل buy from the عادل buy from the online shop اشترى ايه من الاونلاين. عادل قال لك عادل likes to buy shirts عايز يشتري تيشيرتات تكون دي الإجابة رقم 4 نكتب عندها 4. طيب نكمل مع بعض. when does the box arrive البوكس هيوصل امتى. طبعا احنا قلنا فوق البوكس هيوصل بعد يومين اللي after 2 days ودي هتكون الإجابة رقم 5. تمام ركز بقى معايا. طيب بعدين عندنا جزء البانكتويشن عملية الترقيم بيقول who helped mother in the kitchen مين ساعد الأم في المطبخ. طبعا هنا عندنا الدبليو هتكون كابيتال هنكتبها كابيتال عادي خالص اهي وفي الآخر هنحط كوتشن مارك عشان ده سؤال. تمام last Friday was a special day طبعا ال كابيتال ولكن كلمة فرايداي من أيام الأسبوع لازم يكون الإف كابيتال وفي الآخر فول ستوب عشان دي جملة عادية مش سؤال جملة خبرية. طيب نكمل مع بعض. بعدين بيقول عندنا helping in the kitchen مساعدة في المطبخ. طبعا الباراجراف اللي كاتبه قدامك تعال نقرأه مع بعض. هنقول I like helping in the kitchen because it makes me feel responsible. طبعا الجملة دي ممكن تجيها من فوق زي ما أنا جبتها بيقول لك إنك تساعد في المطبخ ده هيساعدك أو أنا بحب أساعد في المطبخ لأن ده بيساعدني إن أنا أشعر بالمسؤولية. I wash the fruits and vegetable أنا بغسل الخضار والفاكهة.
I prepare a salad or set the table. أنا بجهز السلطة أو بجهز الترابيزة. I like helping my mom in the kitchen. أنا بساعد أمي في المطبخ. تقدر تزود زي ما أنت عايز. وكده وصلنا لحد آخر الفيديو. كان معاكم مستر محمود، وإن شاء الله تشوفوني في فيديوهات جاية كتير. لو أنت أول مرة تشوفنا